النهارده هنخزن مع بعض الجبنه الفلاحي. بصي، هتطلعيها من الفريزر هتحطيها في الحليب هترجع تاني، مش هتفرول معاكي على ضمانتي. يلا بينا على طول نشوف فرزنا الجبنه الفلاحي دي او ملحناها ازاي، وهنفرزها وتقعد معانا السنه ازاي. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليك. لو انت لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه. يلا بينا على طول نبدا. بسم الله، لما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله. النهارده هنخزن مع بعض الجبنه الفلاحي. طبعا عارفين ان دلوقتي احسن وقت انك انت تخزني الجبنه الفلاحي. فبتعملي ايه؟ مش هينفع تحطي الجبنه الفلاحي بعد ما تشتريها من السوق على طول تحطيها في الفريزر بالشكل الجميل ده. لا، ما ينفعش. دي اسمها جبنه طازه. لا، بتعملي ايه بقى؟ انا هقول لك تعملي ايه، بس قبل ما تنسي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا على طول نبدا. هنفرز الجبنه الفلاحي، حطها في الفريزر ازاي وتقعد لنا من السنه للسنه. يلا بينا. بص حبايب قلبي، دي الجبنه بعد ما قعدت شهر في الملح. بصي، حجر. بصي اتكسرت. طيب هنعملها ازاي؟ بنجيب عندنا الجبنه الفلاحي اللي لسه شاريينها من الفلاحين، وتكون بخيرها طريه جميله كده زي ما انت شايفه. وببدا اجيب طبق كده بلاستيك وحاطه فيه كميه من الملح، وهجيب كيس ملح تاني. بص حبيبه قلبي، بجيب طبق واحط فيه كميه من الملح، وادي عندي الجبنه الطازه بتاعتي. لو لقيتي فيها اي تشققات بتبتدي تدوسي عليها كده بايدك عشان تمسك نفسها، واحطها في الملح اغلفها. تمام. وابدا ارصها في الطبق اللي انا حاطه فيه ملح اللي انا وريتهولك، وحاطه في ارضيه الطبق ورق كرتون. ليه ده؟ عشان يمتص الميه اللي هتنزلها الجبنه. وابدا ارص في الجبنه بتاعتي في الطبق اللي انا حطيته. هعمل واحده تاني معاكم. بصي، بسم الله. الجبنه ما شاء الله زبده. بتجيب الجبنه اللي هي بتبقى فيها خير. دي جبنه جاموسي انا جبتها من عند الفلاحين، وبتكون طازه زي كده وفيها خيرها. بتقولي لها انا عايزاها طريه، لان لو جبت الجبنه اللي هي الخرط الناشفه هتبقى معاكي بعدين لما تيجي تحطيها في الحليب هتبقى مفتته مفروله بمعنى اصح. هكمل باقي الكميه وارجع لكم. ودي شكل الجبنه بعد ما حطيتها في الملح وبقيت ادوس عليها وغلفتها كويس جدا بالملح. بجيب برضو كميه من الملح وارش عليها من فوق. تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنجيبها الطبق ده بنحطه عندنا في مكان امن يكون فيه شمس. وكل يوم ببتدي اشوف، لان الجبنه دي بتبتدي تنزل في ميه والملح ده بيتحول لميه. تمام. ببتدي اجيب كميه من الملح تاني وابدا اغلفها تاني. بتقعد قد ايه في الشمس؟ بتقعد شهر كامل في الشمس. طيب بيبقى شكلها عامل ازاي؟ وطبعا الميه وما تقلقوش هتتصفى على الكرتون. بيبقى شكلها عامل ازاي بعد الشهر ده؟ المنظر اللي انا وريتهولك ده. طيب بستخدمها ازاي؟ بحطها في اكياس تخزين في الفريزر، وبطلع على قد الكميه اللي انا محتاجاها. عايزه اعمل جبنه كريمي، ببتدي اشطفها من الميه واحطها في حوالي كوبايه حليب، بترجع تاني جبنه فلاحي طازه كانك لسه شارياها. جربيها على طريقتي وانتي مش هتندمي. هتخزنيها بكميات فظيعه، بعد كده مش هتبطلي تخزنيها. جربوها على طريقتي. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركوا في القناة. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.